السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ سلمى. وصفتنا اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حريشات بسميدة ديال الذرة اللي تيجيو رطبين وتيجيو هشاش. نتمنى إن شاء الله تجربوهم وينالوا إعجابكم، وما تنساوش طبعا تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم جديد وصفاتي. غادي نمروا ان شاء الله المقادير والطريقة في نفس الوقت، وفرجة ممتعة للجميع. السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مطبخ سلمى. ان شاء الله نهار اكنيتي تقدمخ الحرشات تي مزيانين السميد نضرا. تمنيخ ان شاء الله اثن تجاربنت اكنين تعجبنت و وتمنيخ ان شاء الله كي تشاركنت دي القناة. وان شاء الله فيديو نهار غادي تقدم السمازيغ التعرف حتى في مرة غادي يستفد وعافاكنت. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 2 الكيسان ديال السميدة ديال الذرة، ومعلقة كبيرة ديال الطحين، كأس ديال السميدة ديال الحرشة، 300 مليلتر ديال الحليب، نصف كأس ديال زيت الزيتون، 2 معالق ديال الجبن الطري. غادي نحتاجو معلقة صغيرة ديال خميرة الحلوى وقليل من الملح. غادي نخلطو النواشف جيدا. من بعد غادي نضيفو 2 معالق ديال الجبن، ممكن الجبن ديال الطري تعوضوه بمثلثات ديال لافاشكيري ديرو 2. ومن بعد غادي نضيفو زيت الزيتون والجبن، غادي نبسبسوها مزيان. ومن بعد غادي نضيفو الحليب. العجينه خصها تكون طريه، وغنخليكم مع الصور كتوضح كل شيء. نعاود المقادير بالريفيه لحقاش بزاف اللي طلبوا مني نهضر بالريفيه. نهار هذا شنتي تكفيش الحرشه السميد النضره غنحلاج 2 كيسان ديال مقران السميد النضره، كيس نديش نغنجاج طا مقران انوان ديج نجكاس ضا مقران عاود نسميد الحرشه ازين الكاس نزشت الزيتون 300 مليلتر وشفاي داغنجاج طا مزيان الخميره مباستيلي هاد شويه الملح. ايوا الطريقه قد ورانت سيفا السن. تمنيخ ان شاء الله هتجربنت لكن انت تعجب. ايوا تشكاخ كنت سوطاس وعافاكنت روح العقل خد سيور خص تعرف. غادي نخلطو داك الجبن وزيت الزيتون مزيان مع السميده ديال الذره حتى تولي مرمله كما كتشوفوا في الصوره. من بعد غادي نبقاو نضيفوا الحليب شويه بشويه. العجينه كتكون رخوه رطبه، غادي نخليوها ترتاح لمده 10 ديال الدقائق، عاد نبداو نقرصوها ان شاء الله. العجينه خصنا ما نخلطوهاش بزاف، ما غاديش نعجنوها، غادي نخلطوها غير بالاصابع ديال اليدين كما كتشوفوا في الصوره. خلط السميد نضرة السميد عادي طنجاج النيوان ديش نغنجاج طا مزيان الخميره مباستيلي شويه المرح اني غاز ازين كاس نشطه حارج 2 غنجايين نكيسو وني نطري مراوا مشا كيسو نطري ممكن هذا سكنت كيسو لا باشكيري 2 حبان لا باشكيري صافي غتخلط مليح ما مشي ذور حتى مي يسوا ما نعيني زجتني. من بعد استاني نتا شفاي اتجن طايح 10 مينوت عادي غتنقارص. فوق طاولة العمل غادي نرش واحد الكمية كثيرة ديال السميدة. من بعد ما خلينا العجينة ديالنا ارتاحت 10 ديال الدقائق غادي نقرصوها. انا غادي نديرهم حريشات صغار، ولا بغيتو ديروها حريشات حرشة كبيرة غادي تدهنوا المقلة شوية بالزبدة وترشوا عليها السميدة وتقرصوها مباشرة في المقلة. من بعد ومن جا الخليط يعيح 10 مينوت اتنقارص انا انسويس شويه تخربين السميد اتنقارص مش توارين تيتسياث نشات نتقخ الحرشه تي مزيانين مرات خص نتا تقنت الحرشه امني تم قرانت
التيسين ترماقرة تصمة تدهننت شوية الزبدة خاص رشنت شوية السميد هذا يستقارصنت الحرشة ديري دير ماقرة مرات قنت الطام زين تقص قنت مو طريقة يتورنتي تسويات المقياس الكيسان نروخا نسميد ندرا السميد العادي اتعبات على حساب القياس غاد استعملت المقرة مثلا مرة المقرة نشنت الطام مزيان اتعبان سر كيساني مزيانا مرات قنت الحرشة الطام قران تقطعبان سر كاسة مقران روخا نش امي كيخت تيم قرا انت كختي مزيانين وشق اخر كيساني مقران هذا شنتجخ ينات المقادير سلغرام ذي صندوق الوصف ان شاء الله. غادي نقرصو الحرشة ديالنا كل مرة نبقاو نرشو بقليل من السميدة لحقاش كتلصق. السمك كيبقى اختياري ولا بغيتو ديروه مغلاط ولا بغيتو ديروه مرقاق انا غادي نديرهم بين وبين ما هو مرقاق ما هو مغلاط. غادي نقطعهم بالرشم ولا ما عندكمش الرشم بحال هذا اللي استعملت ممكن تقطعوهم بشي كاس ولا بشي طاسة. من بعد غادي نمرو نطيبوهم. غادي نسخنو المقلاة جيدا غادي نديرو فيها الحريشات ديالنا يطيبو غادي نديروهم على نار مهيلة ما تكونش مجهدة وما تكونش مرخوفة بزاف غتكون متوسطة الحرارة. قرصتهم شي شوية انا الحرشة ما كتعجبنيش تجي غليظة كتعجبني تجي شوية رقيقة. غادي نستمروا هيدا حتى نكمل طياب جميع الحرشات اللي عندي. انسحمى المقرة مليح واش نبدا انسو الحرشة النخ نشق تقارص خفنت شويه دير مقرة من زيد تعجبها الحرشة التاس شويه التازات كنيت مرة تعجبهاش نتثقدا قلنا راه ما تقارصت انا ثنت نقاد كنت تيمسي ثفسوس واد جيد شي الطاس كنت ورا إخسا أثنت ندارن أثنت نصدوا باش أغدا سنت حمانت زي جميع الجوانب. ايوا ان شاء الله هنمرقانت مي وجدت هذه الطبق النهائي نتلاقاو ان شاء الله في الطبق النهائي. سمحوا لي هذا النهار دوختكم مرة نهضر بالعربية ومرة نهضر بالريفية تحت الطلب بعض المتتبعات ديالي قالوا لي بانهم ما كيفهموش نهائيا العربية وطلبوا مني بزاف عدة مرات بانني نبقى نهضر شوية بالريفية ونتمنى ان شاء الله كل شيء يستفد. غادي نستمر في تقراص الحريشات اللي بقاو لي وفي نفس الوقت كل مرة خصنا ندورو ونقلبو في الحريشات باش ما يتحرقوا ليناش باش غادي يجيونا محمرين من جوج الجهات. ما تحمروا غادي نقلبوهم كما كتشوفوا في الصورة تيجيو محمرين.
غادي نستمر في الطياب حتى نسالي كاع الحريشات اللي عندي. ومي حماض الزيت سوداي اثنت نقرب اذ كمرن خجيت نغني يخصن خاثنت نقابر كنت ورا اثنت نصدوا ان مرقانت ان شاء الله. هذه الطبق النهائي مي غاوجدنت. هذا هو الشكل النهائي الحريشات ديالنا. كما كتشوفوا تيجيو مذهبين محمرين وتيجيو صفرين، لحقاش السميده ديال الذره هي صفراء وصحيه احسن من الحرشه العاديه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم جديد، وما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم اللي تيفرحوني ويشجعوني باش نعطي المزيد والمزيد. وشكرا لكم. نتلاقاو ان شاء الله في الوصفه القادمه. اقا الشكل انقارو الحرشه النخ ومي وجدنت اقا مشتواريت مش تاسنت التاسنتيد حمانت تاسنتيد فوحنت السميد الذره واللون نسنت يتازديشنا تاسنتيد تي وراغين ويا عضبنت ميزي سكيسوني دا سنتين نايت غنجاينين كيسو الا رفوا الا المذاق نزت الزيتون. تمنيخ ان شاء الله اثنت جاربنت اكني تعجبنت وتتونشا اتشارك انت ديال القناتينو اتضغط ندخل جرس باش انت دي تاود ربدا من تيخد الجديد. وتمنيخ اذا يتسجعنت باش اذاني غازات ان شاء الله وتشكاح كنين تسوطاس وتمنيخ خاش انت يعجب الحال.